الحسن الثاني غادي يجمع الرؤساء والملوك في طبله وحده، وغادي يقول لهم واحد الحاجه غادي تسطيهم. اش تم واحد النهار الحسن الثاني يجمع الملوك والرؤساء ديال الدول العربيه في طبله وحده. باش دير هذيك الوقيته خاصك تكون سيدي ومولاي، حيت الرؤساء تيكرهوا الملوك والملوك تيكرهوا الرؤساء. وفي الطبله ديالو كانوا غير الاباطره: صدام حسين رئيس العراق، الملك فهد ديال السعوديه، والملك حسين والاسد. المهم وصلت وقت الغداء والحسن الثاني غادي امر الخدم ديالو باش يجيبوا له الماكله. وهنا حاجه غريبه غادي توقع. اي واحد من هذوك الملوك والرؤساء اللي حاضرين جايبين ماكلتهم معاهم، لا ثقه ولا عتيق. الحسن الثاني غير حاضر ديك المنظر وما فاهم والو، ويقول لهم غير ارتاحوا، راه الماكله اللي موجده لكم درت فيها السم وغادي ناكلوها وغادي نموتوا كاملين. وهكا الشعوب غادي يتهناو منا وكل شيء تفرشخ بالضحك في الطبله ولطف الجو، وعاد داروا فيه الثقه. واللي جاب معاه ماكلته ضرب ناقص. وديك النهار الحسن الثاني تهلا فيهم، دار لهم في الغداء واحد العجل صغير طايب على الطريقه المغربيه وتسطاو عليه. وقال لهم ثاني: انا نعاود لكم واحد السر، حتى انا فاش يكون عندي ديبلاسمون تندي معايا ماكلتي، ولكن ماشي حيت خايف من السم، حيت الطبا ملزمين عليا ناكل واحد النوع من الماكله. فاش ما كنبغيش